عايز اقول لك ان ده، افترض معايا كده ان ده بحر الشمال، ففي هنا دولة اسمها دولة ألمانيا، فتبقى ألمانيا لما انقسمت واندمجت يبقى في تغير حصل عند منطقة بحر الشمال. اللي انت ما بتاخدش بالك منه ان في هنا كده برضه بحر اسمه البحر البلطي او البلطيق، وان برضه بتطل عليه المانيا، يبقى البحر البلطي برضه تعرض عنده من منطقه الجنوب وفي الشمال من جهه الشرق، ادي الشرق هنا الجنوب، لتغيرات بسبب انقسام او اندماج بعد كده دوله المانيا. خد بالك من اللقطه دي، لقطه واحد سجلها كده في الذاكره. خد لقطه اتنين، لقطه اتنين هقول لك. ادي بحر اسمه البحر الاسود. البحر الاسود من فوقه في دولة اسمها اوكرانيا، في بلد صغيرة هنا كده اسمها مولدوفا. اوكرانيا ومولدوفا الاتنين دول جايين من الاتحاد السوفيتي. في تحتيه هنا دولة تركيا، وخد بالك في هنا شوية الدول اللي انا قلت لك عليها متفككة، اللي اخرهم هنا كده في جورجيا. فاقدر اقول لحضرتك ان برضه حصل، وطبعا في هنا كده دولة روسيا الاتحادية. يبقى البحر الاسود تعرض للتغيرات حواليه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في جهة الشمال وفي جهة الشرق. خد بال حضرتك ان بحر الشمال حصل له تغيرات في جهة الشرق والشمال، زي البحر الاسود ما حصل له تغيرات في جهة الشرق والشمال، هنا في المانيا وهنا في تفكك الاتحاد السوفيتي. والله اللي بقوله ده كلام خطير جدا، لازم تنتبه له حضرتك جدا في الامتحان. حلو. طب انت عايز تقول حاجة يا مستر؟ ايه بقى؟ فكك بقى من الدول اللي اتفككت وظهر. مين بقى الدول اللي الحدود بتاعتها تأثرت؟ مثلا لما اقول لك ان في دولة هنا كده اسمها بولندا، يبقى بولندا حدودها اتأثرت. خد بالك ده بولندا دي ليها قصة هنتكلم عليها في المراجعة اللي جاية. يبقى دي حدودها اتأثرت. مثلا لما اقول تركيا كده حدودها اتأثرت، لأن كان مين شرقها؟ كل ده كان اتحاد سوفيتي، ما بقاش اتحاد سوفيتي. طبعا لازم تنتبه للتفاصيل دي، لأن مين الدولة اللي ظهرت ولا مين الدولة اللي حدودها اتأثرت. طب أنا كده قلت بحرين، عايز أتكلم معاك على البحر اللي انا لسه بتكلم عليه، البحر البلطي. بحر بلطي، خد بالك ان في هنا كده المانيا، والمانيا دي حصل لها تغير، اتفككت، وفي هنا كده تفكك اتحاد سوفيتي، فشرق البحر ده برضه حصل له تغيرات لما ظهرت ليتوانيا ولاتفيا واستونيا والحته اللي اسمها روسيا. يبقى البحر البلطي من جهه الشرق حصل له تغيرات ومن جهه الجنوب. يبقى ركز معايا في البحر البلطي. واحد يقول لي طب تمام، ايه كمان يا مستر ممكن يكون حصل له تغيرات؟ اقوم اقول لحضرتك البحر المتوسط. هتقول لي البحر المتوسط ازاي؟ اقول لحضرتك البحر المتوسط ده، البحر المتوسط ده في التركيب بتاعه فيه هنا كده الادرياتي، وعند شرق الادرياتي هنا كده ظهرت الدول اللي متفككه من يوغوسلافيا. يبقى اذا البحر المتوسط حصل له تغيرات من جهه الشمال عند منطقه الادرياتي، وظهرت دول جديده وتفككات. انا بعرفك التفككات عند بحر ايه، ركز في اللي انا بقوله. بحر قزوين، طبعا ده صباح الفل من كل حته، صباح الفل يا باشا من كل حته. بحر قزوين عندك هنا لسه كنت بقول لك اذربيجان، طبعا هو مش كلهم بيطلوا عليه يعني، وارمينيا وجورجيا، كل الدول دي كده متفككه. وطبعا في هنا روسيا اصلا متفككه من الاتحاد السوفيتي، وعندك دول هنا من عيله ستان، كل الدول اللي من عيله ستان الناحيه دي اللي على بحر قزوين. بس بص بقى التفصيله الحلوه دي، مين بقى الدولة اللي تحت دي؟ دولة اسمها إيران. إيران ما تفككتش ولا حاجة، بس إيران الحدود بتاعتها تأثرت من جهة الشمال، لأن ولا أذربيجان ولا ستان دول كانوا موجودين، ولا الكلام ده كان، كل ده كان اسمه اتحاد سوفيتي. عشان أنت بس مش حافظ لي مين الدولة اللي حدودها اتأثرت تقوم تقول لي الصين. الصين مين؟ أي كل البلاد المجاورة اللي أنا بقوله ده حدودها اتأثرت. فأرجو إن حضرتك تبقى مركز حبتين 3 4 5. طيب بص بقى، عايز أديك دولة وخليها أقول أكلمك في آخر بحر الأحمر. بحر الأحمر يا مستر، بحر الأحمر ده له حكاية. في الجنوب بتاعه كده في هنا كده دولة السودان حصل لها انقسام، وهنا كده دولة اليمن حصل لها اندماج، فاليمن اندمجت والسودان اتقسمت. طب عارف معنى ان اليمن اندمجت ايه؟ ان حدود السعودية اتأثرت. يبقى السعودية هنا كحدود اتأثرت، حدود دولة السعودية كان جنوبها يمن شمالي ويمن جنوبي، بقت سعودية، بقت يمن بس. فركز في التفصيلة دي. طبعا دولة السودان دي ليها دولة جنوب السودان، يبقى برضو الحدود هنا اتأثرت، يبقى في جنوب البحر الأحمر في مشاكل وحوارات، فلازم تنتبه للتفاصيل اللي انا بقولها دي. اخر حاجة عايز اعلق عليها ان منطقة خليج المكسيك، حد يقول لي خليج المكسيك يا مستر، اقول له يا حبيبي، لان دولة المكسيك يا باشا والولايات المتحدة الامريكية في نهر هنا اسمه ريو جراند، اتاخدت حتة من امريكا وراحت للمكسيك، يبقى في تغيرات
تغيرات حصلت على الخريطة لأسباب طبيعية، كوارث طبيعية، فيضان ونحت وإرساب في قارة أمريكا الشمالية في أواخر القرن ال19، أثرت على حدود المكسيك وأمريكا. ده كلام الناس مش منتبهه له خالص. طب عايز تقول حاجة أخيرة؟ عايز أقول حاجة أخيرة على دولة بولندا. يلا يا عم عشان أبقى قلت لك أهو بولندا كمان. بولندا هي الدولة، هي ما ظهرتش ولا حاجة، اللي حدودها اتغيرت من كل الاتجاهات بسبب التفكك والاندماج. يعني عايز اقول لك ان المانيا من هنا كده بالنسبة لبولندا حصل لها انقسام وحصل لها اندماج. طب ايه كمان؟ اقول لك هنا كده التشيك وسلوفاكيا كانوا دولة واحدة، هوب اتقسموا بقوا التشيك وسلوفاكيا، فتبقى حدودها اتغيرت من هنا كمان. وعندك هنا بلد اسمها اوكرانيا على الحدود ظاهرة من الاتحاد السوفيتي، وعندك هنا بلد اسمها بيلاروسيا على الحدود هي كمان ظاهرة من الاتحاد السوفيتي، من تفكك الاتحاد السوفيتي. والدول اللي عند بحر البلطيق استونيا لاتفيا ليتوانيا كل دوت جاي من عند بولندا وروسيا. فبص على جيرانها، بولندا كلها جيرانها لما تلاقيهم على الخريطة كلهم دول متفككه من بعد سنه 90 وانت طالع. وده حاله لدوله بولندا مميزه جدا. مش انت تخش لي الامتحان عارف ان الدوله اللي حدودها اتاثرت هي الصين والدوله اللي حدودها ما اتاثرتش هي الهند. لا يا معلم، لازم تبص للدول وتعرفهم بالطريقه دي.